بسم الله الرحمن الرحيم. معلش، هو التصوير بدأ متأخر شوية. معانا عجينة البيتزا، باخد منها بكوباية كده، بكور كور عشان مقاس الميني بيتزا اللي انا هعمله النهاردة يكون كله موحد. كوباية صغيرة بقطع بيها الكور بتاعتي عشان بس يكون مقاسات موحدة. خلاص كده قطعنا الكور بتاعتنا. نجيب الصينية، طبعا انا عامل 2 غير الصينية دي كمان. نبدأ بقى ايه بكوباية افرد الكور بتاعتي، طريقة سهلة سريعة، مفيش اسرع واسهل من الطريقة دي. تمام كده. نبدأ بنحط الصلصة بتاعت البيتزا بتاعتنا على الميني بتاعنا بفرشة كده. ابدأ افرد الصلصة على العجينة كلها. نبدأ بقى نحط ايه بشرة جبنة بعد الصلصة على طول. طب بعد بشرة الجبنة نحط ايه بقى؟ نحط حشوة الفراخ بتاعتنا، فراخ صدر فرخة فرمناه وسويناه، بقى صدر فرخة مفروم، بيدي طعم جميل جدا، حشوة جميلة وفريدة من نوعها. نبدأ بقى نحط الفلفل بتاعنا الألوان، الأخضر والأحمر والأصفر، فوق الفراخ المفرومة بتاعتنا، فوق الحشوة بتاعتنا. غنية جدا البيتزا دي بالفيتامينات، نشويات، على بروتين، على الزيتون، على الفلفل، على الجبن. جميلة جدا، وجبة غذائية كاملة بصراحة. تمام كده. هنبدأ بقى نحط الجبنة الموزاريلا بتاعتنا على الوش، نوزع بحيث مفيش حاجة تلزق في الأرضية بتاعتنا أو تنزل على الأرضية بتاعتنا. تمام كده. هندخلها الفرن بقى 200 درجة مئوية ربع ساعة بالظبط. هيطلع لنا أحلى وأجمل ميني بيتزا، تسوية روعة. ادي الوش بتاعنا الجميل، وادي الأرضية بتاعتنا الجميلة. بصراحة تسوية جميلة جدا، والريحة بتاعتها جبارة. نبدأ بقى نغلب بتاعتنا في العلب بتاعتنا ونقول بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.